اهلا بيكم. اخباركم إيه يا شباب؟ اتمنى تكونوا بخير، وانا اسف على القطعه الطويله دي، كان عندي امتحانات. بس المهم يا اسطوري، عايزك تشجعني بانك تعمل لايك رايق على الفيديو عشان الملخص الجامد ده يوصل للكل. وبس يلا نبدا. Sabaracarai, Saraka, whatever. بنبدأ قصتنا ببطلنا أوساتو، وهو بيكون طالب كحيان وحيد بيتعلم في المدرسة الثانوية. وبنشوف ان الدنيا بتكون بتمطر بشكل كبير بره. بعدها بتخلص الدراسة، وبنشوف بطلنا اللي عايز يخرج من المدرسة بس ما بيقدرش يروح عشان الجو ده، والدنيا بتمطر اكتر واكتر، وده بيخلي صاحبنا يقعد قدام باب المدرسة وهو متضايق من النحس اللي بيحصل له، وبيتمنى لو ينتقل لعالم خيالي بعيد عن هنا عشان يقدر يستخدم السحر ويسعد نفسه. وبيزيد من التفكير الطفولي ده، وبيسأل نفسه لو كان كل الطلاب بيتمنوا الأمنية دي زيه ولا لا. وبنشوف بعدها الطلاب بيتكلموا عن دحيحة المدرسة واللي بيعدوا في الممر مع بعض، والاتنين دول هما رئيسة مجلس اتحاد الطلبة والمساعد بتاعها. وبيقولوا كمان ان الرئيسة ذكية جدا واخدت دورات كتير في كل العلوم، وحتى مساعدها هو كمان مفكر ونشيط، لا وكمان وسيم، فهو الطالب المثالي في المدرسة زي ما بيقول الكتاب. بعدها بنشوف بطلنا اللي بيفكر ازاي قدروا يكونوا ممتازين بالشكل ده، وبعد كده بيقعد قدام باب المدرسة لانه مش لاقي الشمسية بتاعته، مش هيعرف يروح تحت المطر ده. فبتيجي الرئيسة وبتسأله انت معاك شمسية ولا لا؟ فبيتفاجئ أوساتو انها لحظة شخص عادي زيه، وبيقول لها انه ما جابش شمسية معاه، وبيسألها عن سبب سؤالها ده. فبتفهمه ان كل الطلاب لازم يمشوا من المدرسة دلوقتي. فبيتوتر صاحبنا وبيقول لها انه كان هيمشي اصلا ولسه يطلع من المدرسة في المطر، الا انه بتنادى عليه الرئيسة وبتقول له ما ينفعش يمشي في المطر كده عشان ما يتصابش بالمرض، وان كده هيضر بسمعة مجلس الطلاب. وفي الوقت ده بيجي مساعدها كازومي وبيقول لها ما تقلقيش، انا هسلف المظلة بتاعتي لأوساتو. فبتستغرب الرئيسة كازومي انه يعرف صاحبنا، وبتسأله انت تعرفه منين؟ فبيقول لها انه زميله في الفصل، وأوساتو بيبقى مصدوم من الموقف اللي هو فيه، والنشر طلاب في المدرسة عارفينه، وكمان كازومي اول مرة يتكلم معاه. وبيفهم صاحبنا ان كازومي ولد طيب مش مغرور، وبياخد منه المظلة وبيشكره، وبيقرروا يروحوا مع بعض. بس طول الطريق بيفضل أوساتو مصدوم، وده لانه ماشي مع اشهر اتنين في المدرسة، وبيفكر انه اكيد كل الطلاب هيغيروا منه. وفجأة بيسمع كازومي وسازومي صوت اجراس بترن في كل مكان، وبيسألوا صاحبنا لو هو سمعها برضه، لكنه ما بيسمعش حاجة. وفي اللحظة دي بتظهر دايرة سحرية تحتهم، وبتكون برموز غريبة، وفجأة بتشدهم وبتنقلهم لعالم تاني. وبيصحى التلاتة قدام الملك وحاشيته، وبنشوف كازومي اللي بيطمن على صاحبنا وبيلاقيه متوتر، وبيسأله احنا فين؟ هو ده عالم تاني ولا ايه؟ ومين الناس دي؟ فبيرد كازومي وبيقول له لو هعرف هقولك يا اخويا. وبنشوف سازومي اللي بتبقى متحمسة جدا، وبترد على أوساتو بتقول له عندك حق، المكان ده فعلا عالم تاني. وبنسمع الملك بيقول لهم انا عارف ان مجيئكم لهنا فجأة كان محير ليكم، فانا بعتذر على ده. فبيرد كازومي بغضب انتوا مين وعملتوا فينا ايه؟ فبيحاول الملك يهديه وبيعرفه بنفسه، وبيكون اسمه لويت فولوجيست. وبنلاقي ان سازومي متحمسة جدا ومش قلقانة خالص، على عكس اوساتو وكازومي اللي بيحاولوا يفهموا الوضع. وبنرجع للملك وهو بيفهمهم ان استدعاهم هنا عشان يبقوا الابطال اللي هيحاربوا ملك الشياطين. فبيتعصب كازومي جدا وبيقول له احنا مالنا بكل ده، احنا مش مهتمين بالابطال ولا ملك الشياطين، انتوا ازاي تعملوا فينا كده اصلا من غير موافقتنا؟ رجعونا لعالمنا. فبيعتذر ليهم الملك وبيفهمهم ان ده مستحيل، لان استدعاء الابطال بيشتغل في اتجاه واحد بس، يعني مش هيقدروا يرجعوا لعالمهم من تاني غير بهزيمة الابطال لملك الوحوش. وبيتعصب كازومي وبيحاول اوساتو يهديه، وبينزل لهم الملك وبيوعدهم انه هيلاقي طريقة ترجعهم لعالمهم في المستقبل القريب، لكنه بيطلب مساعدتهم في الفترة اللي يقعدوا فيها في العالم ده. فبتسأله سازومي ليه بيناديهم بالابطال مع انه ما يعرفش عنهم اي حاجة. فبيخلي الملك الساحرة ويلسي تشرح ليهم الموضوع،
وبتقول لهم ان دائرة الاستدعاء السحرية مخصصة عشان تستدعي افراد متفوقين من العوالم التانية، والدليل على ده انكم سمعتم اجراس بترن وقت الاستدعاء، ودي بيدل انكم ابطال. وده بيفهم اصحابنا الوضع، ولكن بيقول صاحبنا انه للاسف ما سمعش حاجة، وده بيفهم صاحبنا انه دخل بالصدفة في الوضع ده. فبتاخدهم ويلسي للمختبر وبتستعمل عليهم الكرة البلورية عشان تقيس قدراتهم السحرية، وفعلا بتجهز البلورة وبتبدأ بقياس قدرة سازومي السحرية عشان بتكون متحمسة جدا. وبنعرف ان سازومي متوافقة مع سحر الرعد وعندها كمية كبيرة جدا من المانا، وده شيء عظيم جدا. وبيجي دور كازومي وبنعرف انه متوافق مع سحر النور، فبيستغرب الكل مع القوة دي. فبيسألهم كازومي عن استخدام نوع السحر ده، فبتفهموا ان سحر النور اسطوري وعدد قليل جدا من الناس اللي بيقدر يستخدمه. وبيجي دور اوساتو اللي بيكون متوتر جدا وبيظهر له لون اخضر من البلورة، وبيبقى الكل مرتاحين من اللون ده الا ويلسي اللي بتخاف وبتترعب، وبتدخل للملك وبتقول له ان سازومي وكازومي عندهم سحر مدهش، بس الاهم دلوقتي هو اوساتو اللي تحولت البلورة معاه للون الاخضر. فبينصدم كل الموجودين وبيتوتروا جدا، وهنعرف سبب ده مع التعمق في القصة. وبتكمل ويلسي كلامها ان اوساتو متوافق مع اكتر سحر نادر في العالم، وبيقول الملك للوسي انهم لازم يبعدوا اوساتو بسرعة عن القصر الملكي ويخبوه في اي مكان، وبيقرروا انهم يبعتوه لبلدة قريبة كحل مؤقت. بس فجأة بتدخل عليهم بنت قوية جدا وبيترعش الملك من دخلتها، وبتسأل البنت ايه اللي حصل في موضوع استدعاء الابطال وهم فين دلوقتي. فبيرد عليها الملك بكل توتر: روز انت بتعمل ايه هنا؟ انا افتكرتك اخدت اجازة النهاردة. بس روز مش بتهتم بكلام الملك وبتسأل اوساتو انت البطل مش كده؟ فبيترعب اوساتو منها وبيحاول يبعد بسرعة من قدامها، وبيقول لها الملك لا ده مش البطل، وده ولد جه هنا بالغلط. والجو بيبقى متوتر جدا، والكل بيحاول يخفي عنها قدرات اوساتو السحرية، وهي قائدة فريق انقاذ المملكة. فبتحاول ويلسي تبعدها عن اوساتو وبتقول لها ان الابطال في غرفة الكرة البلورية. فبتستأذن روز الملك وبتروح للابطال، فبيقول لهم اوساتو انا عاوز اعرف برضو اللون الاخضر ده بيدل على انهي سحر. وبسبب كده بيترعب الكل لانه قال ده، وروز لسه هناك وبتسمع كلامه. فبتسأله روز انت قلت اخضر مش كده؟ فبيتوتر الملك جدا وبيؤمر ويلسي تبعد اوساتو من القصر حالا. فبتستخدم ويلسي سحرها في تهريب اوساتو من القلعة بسرعة. فبتتحمس روز وبتطير بكل قوتها وبتمسك اوساتو وبتاخده وبتمشي، وبتقول للملك انها تحوله لمقاتل ومستعمل لسحر شفاء حقيقي. وبتروح ويلسي تبلغ سازومي وكازومي، فبيقلقوا عليه جدا، بس بتطمنهم ويلسي وبتقول لهم انه هيبقى بخير، وان المشكلة انه راح عند فريق الانقاذ اللي خلف البلدة، وان روز هتدرب اوساتو عشان يبقى تابع ليها. والمشكلة ان الاساليب اللي بتستخدمها في التدريب صعبة حبتين تلاتة. وفي ليل اليوم ده بنشوف روز قاعدة مع اوساتو في البيت وبتفهمه انه مستخدم سحر شفاء، وعشان كده جابته لفريق الانقاذ وبتفهمه انه البيت ده بيته من النهاردة. وبتنده على باقي اعضاء الفريق عشان تعرفهم على اوساتو، وبيبقى منظرهم مرعب. بيبدأ أعضاء الفريق في تعريف نفسهم لصاحبنا، واللي هم تونج وميل وإيك وجاي وجورد. وبيفضل أوساتو مرعوب وشايف إنه هيبقى فريسة ليهم، ولكن بتضرب روز واحد منهم عشان بيخوفوا أوساتو منهم. وبتفهم روز صاحبنا إن دول أتباعها بس ما بيستخدموش سحر الشفاء، وإنه مستعملين سحر الشفاء موجودين بس في أماكن تانية بينفذوا مهام دلوقتي. وبتعرفوا إن التدريب هيبدأ من بكرة، وبتسيبه وبتمشي. وبيعدي اليوم الأول وبيصحى أوساتو من النوم وبيتمنى إنه يبقى في حلم، بس للأسف بيكون ده الواقع. وبيجي إيريك بيعرفوا إن عنده ضيوف، فبيطلع أوساتو للضيوف فبيلاقيهم سازومي وكازومي جايين يطمنوا عليه. فبيقول لهم أوساتو إنه بخير وإن كل الموضوع إن تدريباته هتكون صعبة شويتين. وبعدها بيودعهم أوساتو وبيمشي. وبتيجي روز وبتدي أوساتو مذكرة وبتقوله يحتفظ بيها عشان يتذكر تمارينه وإحساسه كل يوم. وبيدخل البيت وبتعرفه إنه هيبدأ التدريب بعد الفطار على طول. وبيجي وقت التدريب وبيفتكر أوساتو كلام زملائه في الفريق بأن التدريب هيبقى صعب جدا، بس في الواقع طلع إن التدريب سهل خالص. وبعدها روز بتسأل صاحبنا إذا كان حاسس بأي طاقة بتندفع جواه في التمرين، فبيرد عليها إنه حاسس بتدفق قريب من قلبه. فبتفهمه إن دي المانا وإنه لازم يتعلم إزاي يخرجها من جسمه. وبتاخده روز للمكتبة وبتطلب منه يقرأ كتاب معين،
حرفيا. فبيتوتر وبيقول لها انه ما يعرفش لغة العالم ده، فبتفهمه ان اللي من العوالم التانية بيبقى عندهم سحر بيخليهم يقرأوا لغة اي عالم، وبتبدأ تفهمه المناطق الجغرافية للمملكة، وبتوريه ارض مملكة الشياطين واللي بيلاحظ انها قريبة جدا منهم، وعشان كده البلد دي هي اول هدف لجيش ملك الشياطين. وبتخليه روز يذاكر الكتاب كويس لان فيه كل المعلومات اللي ممكن يحتاجها في العالم ده. وبنشوف اليوم التالي في التدريب، وهو عبارة عن تمارين لزيادة قوة التحمل وهو الجري، وبيجري أوساتو كتير جدا في اليوم ده وبيبقى تعبان ومرهق خالص. وفي اليوم التالت بيكون نفس النظام وبيجري لغاية لما بيجيله شد عضلي وبيقع على الأرض. فبتزعله روز وبتقوله انت مين اللي قالك تقف، ولسه بيقول لها ان رجليه بتوجعه جدا ومعادش فيها طاقة. بتعالجه بسحرها بسرعة وبتخليه يكمل جري. وفي اليوم الرابع بيبدأ يتدرب أوساتو مع باقي أعضاء الفريق. في اليوم الخامس والسادس كمان حتى في المطر، لغاية لما بيطلع منه طاقة الشفاء تلقائي بنسبة بسيطة. وبتعدي الأيام وبتفضل تضربه روز كل ما يقف عن الجري في التمرين. وفي اليوم التاسع بيعالج أوساتو نفسه بالصدفة لما بتضربه روز. وفي اليوم العاشر بيبدأ أوساتو يفهم سحر الشفاء وأهميته، وبيجري مع الفريق من غير ما يحس بالتعب بسبب سحر الشفاء اللي بيعالج نفسه بيه كل ما يتعب. فبتزود عليه روز الصعوبة. وفي الأيام اللي فاضلة بتخلي روز التدريب عبارة عن تمرين الضغط، وبيتعب أوساتو جدا لأنه عمل أكتر من 800 عدة ضغط بس بيقدر يكمل بسبب قدرته على استخدام سحر الشفاء. وبتسأله روز انت عارف ليه بتتدرب بقسوة كده؟ فبيستغرب أوساتو السؤال، فبتقوله عشان تقدر تهرب بأسرع ما يمكن في المعارك الصعبة، وتقدر كمان انك تنقذ أصدقائك المصابين. وبيتعدي الأيام وبيبدأ أوساتو يتعود على التدريبات القاسية دي، وبتبدأ روز تصعب عليه التمارين لكنه برضه بيقدر يتكيف مع الوضع. وبعد انتهاء التدريب بيروح يتناول طعامه، بس بيتفاجئ ان تونج اكل نصيبه وبيتعصب منه وبيهجم عليه بقوة، بس بيهرب منه تونج وبيجري وراه أوساتو في كل مكان. وفي اليوم 21 بيجي صحابه للزيارة وبينصدموا من قوة أوساتو المذهلة، وانه بقى يقدر يعمل ضغط وفوقيه صخرة عملاقة، وكمان روز فوقيها. لا وروز بتقوله انت بقيت ضعيف تاني ولا ايه؟ اتدرب بسرعة شوية كمان، وبتحط كمان عليه صخرة عملاقة وبيكمل تدريب بيها. وفي الوقت ده بيجي فارس مع سازومي وكازومي وبيزعق لروز بسبب قسوتها على أوساتو، وبيقول لها انت ليه بتدمر الشاب ده ليه مستقبل باهر. فبتقول له ابعد عني يا عجوز، انت تمارينك ملهاش لازمة زيك. انما انا بدرب اوساتو عشان يبقى دراع اليمين. وبتمدح لاول مره في اوساتو وبتديه استراحه للغدا، وعشان كمان يروح يقعد مع اصحابه ويتكلموا شويه. وبيعرفوه ان الفارس اللي كان معارض لروز هو قائد قوات الجيش الملكي وانه اقوى فارس في المملكه. وبيعرفوه كمان على الاميره سيليا واللي بتقدم نفسها لاوساتو، وبتديهم الأميرة من الكيكة اللي عملتها وبياكلها أوساتو وبيبقى سعيد جدا. وبيسأل كازومي أوساتو هو أنت بتتدرب كده كل يوم؟ فبيرد أوساتو وبيقول لأ خالص، ده تدريب النهاردة حتى خفيف شوية. اسكت 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 اسكت. فبيستغرب كازومي ده، وبنعرف ان تدريبهم ماشي بسهولة وانه بيتعلم المبارزة والسحر كمان من الحاشية بتاعة الملك. فبيسأل كازومي أوساتو عن قدرته في التأقلم مع الوضع الجديد، فبيرد أوساتو ان في البداية كان عاوز يهرب بس دلوقتي الوضع مختلف خالص، وبقى مستمتع جدا بالتدريب والوقت اللي بيقضيه مع فريق الإنقاذ. وبعد ما بيطمنوا على بعض بيفضلوا يضحكوا ويهزروا مع بعض كمان. ودي لغاية لما يجي تونج ومعاه طعام أوساتو وبيقول له ان جاب لي الغدا. فبيتخانق معاه أوساتو وبيقول له انت كده لطيف يعني، دي اقل حاجه تعملها بعد اللي عملته معايا امبارح. فبيرد عليه تونج انت لسه فاكر؟ ده انت قلبك اسود خالص يا اخي. وبيتخانقوا مع بعض، ومن المنظر ده بيفهموا اصحابه ان أوساتو خلاص اتأقلم مع الحياه هنا وبقت دي حياته الجديده. وفي اليوم التاني بتنده روز على أوساتو بتقول له استعد يلا للخروج. فما بيكونش أوساتو فاهم حاجه وبيقول الفريق شكل كده الوقت جه. فبتوتر أوساتو اكتر من كلامهم، فبيسألها أوساتو احنا رايحين فين، وبتوريه غابة مخيفة اسمها غابة ظلام ليجنر، وبتفهمه ان الغابة دي مليانة بوحوش خطيرة جدا، وبتأمره ما يرجعش غير لما يصطاد الدب الاشهب الكبير. ولسه اعترض أوساتو بسبب خطورة المهمة، فبتمسكه وبترميه في نص الغابة على طول، وبيقع أوساتو من السماء وبيخاف جدا ليموت موتة مثيرة للشفقة، ويتكتب عنه في الجرايد انه مات عشان القائدة حدفته.
مهمته، فبيعمل الحقيبة بتاعته كدرع يقع عليها، وبيعمل على نفسه سحر الشفاء كمان عشان يقلل الضرر على قد ما يقدر. بس الحمد لله بينزل على الارض سليم، وبيبدأ يفكر انه لازم يبدأ المهمة اللي اديتها له روز. بس لما يفتكر ان المهمة هي صيد الدب الاشهب بيترعب جدا، وفي اللحظة دي بيظهر الدب الاشهب جنب أسته، بيكون ضخم جدا عن اللي كان متوقعه. فبيجري أسته بسرعة، بس بيطارده الدب بكل شراسة، والخوف بيسيطر عليه. فبيفتكر تدريبات روز ليه ومعاناته في التدريب طول الفترة اللي فاتت، فبيقرر يواجه الدب، لان اكيد مواجهته مش اصعب من معاناته مع روز. بس اول ما بيلف بيظهر له دبين كمان من الدببة الزرقاء، فبيهرب بسرعة. بيقول لهم ان ليالي الامتحانات ارحم من اللي هو فيه ده. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. وبيسمع صوت تدفق مياه الشلال، فبينطلق في اتجاهه بسرعة، وبينطلق وبيقع. وبعد مغادرة الدببة بيطلع أسته من المية، وبيجي الليل، وبيبدأ أسته في تفقد الموارد اللي معاه. فبيلاقي سكينة وشوية أكل، وبيفضل يدور على حاجة يشعل بها النار، بس من غير فايدة. فبيقعد ياكل، وبيفكر في صعوبة المهمة اللي اديتها له روز. بس من كتر الإرهاق بينام صاحبنا، وفي الصباح بيعلم على الشجرة اللي مخيم جنبها، وبينطلق في استكشاف الغابة، وبيحاول يحدد الأماكن اللي فيها الدببة، وده عن طريق علامات مخالب الدببة على الأشجار. وفعلا بينجح في إيجاد آثار لوجود الدببة في المكان، فبيتوقع إن عشها قريب من هنا. بس في اللحظة دي بيسمع صوت كروشة من الأشجار، فبيتوتر جدا وبيستعد للقتال. فبيطلع له أرنب لطيف وبيبقى مصاب، فبيكلم أسته الأرنب، وبيفتكر إن الأرنب فهمه وبيتفاعل معاه، وبيقرر إنه يستخدم سحر الشفاء بتاعه في علاج الأرنب، وبيكمل مهمته. بس الأرنب بيفضل ماشي معاه حتى بعد ما فهمه إن في مهمة خطيرة. وبعد فترة من التجول في الغابة بيتعب أسته من تجوله بدون فايدة، فبيسأل الأرنب لو يعرف مكان الدب الأشهب الكبير. وفعلا بيطلع الأرنب عارف المكان، وبياخد أسته لوكر الدب. وبنشوف إن مجموعة الدببة دي هي عبارة عن عائلة من أم وأب والدب الطفل. وبكده بيتم مهمته للنهاردة، وبيرجع تاني لمكان شجرة التخييم بتاعته. وبتعدي الأيام، وبيفضل يراقب مجموعة الدببة عن بعد عشان يفهم أسلوب حياتهم، وبيلاقي اللحظة المناسبة لصيد الدب الضخم. بس مع الوقت بيتعود على إنه يعيش في الغابة، وبيلاقي ان الوضع جميل ومسالم. لكن مع الوقت بينفذ منه المية، فبيشرب من النهر في وسط الغابة. وفي اليوم التالي بتوجعه بطنه جدا، وبيفهم الارنب ان استه بيتألم بسبب المية الملوثة، فبياخده لبحيرة صغيرة ميتها نظيفة وآمنة. بس فجأة بيستغرب استه ان الارنب مرعوب، وبيجري يستخبى على الشجرة. فما بيفهمش استه اللي بيحصل، بس بيستخبى مع الارنب فوق الشجرة. وبيلاحظ ان في وحش بيقرب من المكان، والوحش ده خطير جدا. حتى الأرنب مرعوب بطريقة غريبة. وفجأة بيظهر تعبان أبيض عملاق، ومن مجرد ظهوره بس بيترعب أسته. وبتبقى دي أول مرة أسته يسمع أو يشوف وحش زي ده، حتى بعد كل الكتب اللي قراها ما يعرفش عنه حاجة. فبيقرر إنه لازم يخلي باله من التعبان ده ويبعد عن مكانه خالص. وبيرجع صاحبنا تاني لمراقبة الدببة، ومع الوقت بيحس إنهم عائلة لطيفة مش بتشكل أي خطر نهائي. لكنه للأسف لازم يصطاد الدب الأشهب عشان يقدر يرجع للبيت من تاني. فبيقرر انه يرتاح النهارده، وبكره يصطاد الدب. وبيجي اليوم التالي وبيمطر الجو بشده، فبيفضل أسته مكانه وما بيروحش للدببة. وفي الصباح التالي بينطلق عشان يصطاد الدب بسرعة، وده عشان يرجع للبيت. بس بينصدم بمشهد مريع، وهي ان الدب الاب والام ميتين بصورة بشعة جدا وغرقانين في دمهم. بس بيفهم أسته من اثار الجروح ان الثعبان العملاق هو اللي قتلهم، وانه قتلهم للمتعة مش عشان ياكل خالص. وبيظهر الدب الصغير من بين الحطام، وفي اللحظة دي بيجري على امه عشان يصحيها، بس من غير فايدة. وبيبدأ في البكاء. فبيزعل أسته من المنظر جدا، وبيقرر ينتقم للدببة من الثعبان العملاق. وبنشوف الدب الصغير كمان وهو بيقرر برضو الانتقام لأهله. وبينتقل بينا المشهد لأصحاب أسته، وهما بيسألوا تونج عن صاحبنا، فبيقول لهم انه بيتضرب في الغابة وما رجعش بقاله 10 ايام. فبيستغربوا الأصدقاء وبيسألوا لو ممكن أسته يبقى في خطر، لأن المدة دي طويلة جدا. فبيرد تونج ان الزعيمة هي اللي بتقرر كل ده مش هما، وبيقول لهم واحد تاني ان الزعيمة مش موجودة
دلوقتي، فمحدش عارف حاجة خالص عن الوضع ده. فبيمشي اصحابه وبتسأل سازومي كازومي عن سبب قلقه الشديد على اوساتو، فبيرد عليها ان الوضع مريب شوية ومقلق، فبتتفق معاه وبتقول له مدام روز هي اللي كلفته بالمهمة دي فكده يبقى الوضع آمن ومش محتاجين يقلقوا. وبنرجع بعدها لاوساتو وهو بيستعد للانتقام من الثعبان وبيجهز رمح خشبي عشان يستخدمه، وبيطلب من الارنب ياخده لمكان التعبان ويهرب هو بعد كده. فبينطلق اوساتو والارنب لمكان التعبان، واول ما بيوصل بينصدم من وجود الدب الصغير وان هو هيواجه التعبان العملاق، بس بيلاحظ برضه قوة التعبان المدهشة وبيترعب جدا، لكنه بيهدي نفسه بعد كده بان التعبان ده اكيد مش اخطر من روز، وبيهجم على التعبان بكل قوته. فبيتفادى التعبان بكل سهولة وبيهجم على اوساتو بشراسة، لكنه بيتفادى هجومه وبعدها بيسيب الرمح في عينه. فبيتعصب التعبان جدا وبيهجم على صاحبنا تاني، بس بيستغل صاحبنا اصابة عين التعبان وبيهجم عليه من ناحيتها. فبيتفاجئ بذكاء التعبان اللي بيتفادى اوساتو وبيعضه في دراعه بكل قوة. فبيستخدم اوساتو سحر الشفاء بسرعة وبيقاوم التعبان وبيسيبه بالسكينة جوه بقه، وفي اللحظة دي بيدوخ اوساتو جدا بسبب السم اللي دخل جسمه من التعبان، فبيعالج نفسه بسرعة وبيكمل هجومه على التعبان، وبيساعده الدب المرة دي في ردع الثعبان لغاية لما بينجح اوساتو في ضرب الثعبان على راسه وبيخلص عليه. وبيفرح اوساتو والدب جدا بهزيمة الوحش ده وبيبقوا اصدقاء، وبيفكر اوساتو في علاج جروح الدب، بس للاسف المانا اللي عنده قليلة دلوقتي فما بيقدرش يعالج غير نفسه من السم ومبيقدرش يتحرك. وفي اللحظة دي بنتفاجئ ان التعبان بيستيقظ من تاني وبيهجم على اوساتو وهيقتله خلاص، لكن بتظهر روز وبتهجم على التعبان بكل قوتها وبتقضي عليه بضربة واحدة بس. فبينصدم اوساتو من تواجدها هنا وبيسألها انت بتعملي ايه هنا، فبتعرفه ان الارنب الصغير هو اللي قال لها. فبينصدم اوساتو وبتعرفه روز على الارنب وان اسمه كروكو وهو حيوانها الاليف، وانها طلبت منه يراقبه في الغابة وده طول الفترة اللي فاتت. فبيقول لها اوساتو بس ده جالي وكان مصاب، فبتفهمه ان كل ده كان بيمثل عليه عشان يكسب ثقته. وبتعرفه بعد كده انها كانت مستعدة طول الفترة اللي فاتت عشان تتدخل في اي وقت، بس اللي كان غير متوقع هو وجود الوحش ده في الغابة. فبيسألها اوساتو انت تعرفيه يعني، فبتقول له ده تبع جيش ملك الشياطين وجيشنا فشل في قتله في الغزو الاخير وعشان كده الوحش ده هرب للغابة. وبتفهمه انها من البداية ما كانتش منتظر منه يصطاد الدب اصلا، لان الدب ده قوي جدا لدرجة ان واحدة كاملة من الجنود النخبة ما يقدروش عليه. فبتعصب اوساتو جدا وبيقول لها كنت عاوزاني اقتله لوحدي، فبتقول له انها كانت عاوزاه يكتسب خبرة مش اكتر، بس طلع هو افضل من توقعها وقدر يتغلب على الثعبان العملاق. فبيلاحظ الدب ان اوساتو متضايق من روز فبيتحداها عشان يحمي صاحبنا، فبيهديه اوساتو. وبتقول روز لصاحبنا انت شبه خالص زي ما توقعت، وبتقول للدب الصغير انها تاخده معاهم. فبيفرح الدب انه هيروح مع اوساتو وبتشيلهم روز كلهم على ايديها وبتاخدهم لبره الغابة. وبتقول لاوساتو انه بقى كده مؤهل انه يقف معاها في المعارك بالرغم من عدم امتلاكه للاساسيات، بس هو عنده الامكانيات اللي تخليه يشارك معاها. وبتمدح فيه شوية وبتعرفه ان جيش ملك الشياطين هيهجم قريب جدا على المملكة. فبيستغرب اوساتو وبيسأل عن فريق الانقاذ وهل هيشارك في القتال كمان. فبتقول له روز ان دي حاجة مؤكدة، وبالعكس هو وهي هيكونوا في الصفوف الامامية عشان يعالجوا المصابين. فبيتوتر اوساتو من فكرة وجوده في المقدمة وبيسأل عن تونج وباقي الفريق هيكونوا فين ساعتها. فبتقول له هيساعدوهم بجانب وجود شخصين كمان من المعالجين هيشاركوا معاهم في القتال. فبيتوتر اوساتو جدا وبتقل ثقته في نفسه وبيحاول يشرح ليها انه لسه مش مؤهل للمهمة دي. فبتطمنه روز انه لسه في وقت عشان يقوي عزيمته ويهيئ نفسه للمرحلة الجاية. وبينتقل بينا المشهد لملك الشياطين وهو بيسأل قائدة الجيش عن استعدادات الغزو لمملكة لينجر، فبتطمنه انه كله تمام وان الوحدات مستعدة لبدء الغزو. فبيسلمها قيادة الجيش وبيستنى منها نتائج مبهرة واللي هي النصر بكل تأكيد. وبتنطلق قائدة الجيش بعد انتهاء اجتماعها مع الملك وبتقابل طبيب ملك الوحوش اللي بيضايقها بسبب الضغط اللي كانت فيه من اجتماعها مع ملك الوحوش. فبتقول له انه يهتم بمهامه بدل انشغاله بحاجات ملهاش لازمة. فبيطلع انه عمله ماشي بسهولة وكمان لسه مخلص تجربة مدهشة في انتاج سلالة من الوحوش وبيطلب منها تيجي تشوفها. فبتروح معاه وبتتفاجئ بوجود ثعبان عملاق. فبيشرح لها الطبيب ان الوحش ده مش عملاق وبس، ده سام وعنده انياب حادة جدا كمان. فبتلاحظ ان الطبيب صنع الوحش ده قبل كده في الحرب الاخيرة، فبيرد ان فعلا صنعه قبل كده بس الوحش هرب في المعركة وده بعد ما اتصاب من عدو شرس واللي هو الفارس سيجلس، وان الوحش الجديد ده اقوى بكتير من القديم. فبتعرفه ان في خصوم اقوى بكتير من سيجلس في مملكة لينجنر. فبيسألها لو تقصد فريق المنقذين وبيقول لها انه سمع شائعات
كتير عنهم، فبترد عليه وبتقول له انهم فعلا سببوا مشاكل كتير لهم في المعارك الاخيره، لانهم بيشيلوا المصابين بسرعه وبيرجعوا للخلف للعلاج من غير ما حد يلاحظ. والمشكله الاكبر في قائدتهم لانها مقاتله شرسه جدا وبتعالج الكل بقدرتها الشفائيه الرائعه. فبيسالها الطبيب عن نواياها في المعركه المره دي لانها بقت القائده العامه للجيش، يعني مش هتقدر تقاتل بنفسها. فبتطمنه لانها لقت حل فعال وهو انها تبعت الفارس الاسود لقياده القوات في المعركه. وبنرجع تاني لاوساتو بعد رجوعه للمنزل، بيفرح جدا بالرجوع لسريره من تاني لدرجه ان صوت تونج المزعج مش بيضايقه. بعد ما بيرتاح بيروح للدب بتاعه وبيصحى وبياكله الفواكه، وبيطير الدب من الفرح وبيجي الارنب لاوساتو عشان ياكله، فما بيرضاش صاحبنا ياكله لانه خدعه في الغابه. بس الارنب بيستغل براءته لغايه لما بيضطر صاحبنا انه ياكله هو كمان، وبيسمي صاحبنا الدب باسم بولورين. فبتيجي روز وبتقول له هو ده اسم الدب دلوقتي، فبيقول لها ايوه. بيشرح ليه انه جاب الاسم من فصيله الدب الاشهب الازرق. فبتقول له روز مش مهم، انا خدت من الملك الاذن عشان نحتفظ بيه، هو دلوقتي معانا بس لازم نستفيد منه. فبيخاف الدب من كلامها وبيستخبى بسرعه، وبيسالها اوساتو عن الحاجه اللي هي عايزاه فيه. وبعدها روز بتلبس اوساتو درع الحجاره اللي بيجري بيه وبتشيل الدب كمان. فبيستغرب اوساتو وبيقول لها انا ممكن افهم انك تخلينا نجري سوا، بس ليه انا شايله دلوقتي؟ فبتعرفه روز ان ده جزء من التمرين الجديد، وهو يعتبر ان الدب شخص محتاج للانقاذ. وبيبدا اوساتو في الجري بسرعه، وفجاه بيجي عليه تونج في نص الطريق، فبيتخض اوساتو لكنه بيتفادى الهجوم. وبيبدا بقى اعضاء فريق الانقاذ في الاندفاع على اوساتو لكنه بيتفاداهم وبيسالهم ايه اللي بيعملوه ده، وبيفكر ان روز خلتهم يتهبلوا خلاص. وبيفضل الوضع زي ما هو، وبيستمر الوضع ده لأكتر من 4 ساعات لغاية لما بيتعب اوساتو وبيبقى هيموت خلاص من التعب، وبيفهم انه ما يقدرش يستمر على الوضع ده اكتر من نص يوم. فبتيجي روز وبتفهم ان دي برضه حدوده في ارض المعركة، وان الخوف والتوتر والارهاق وقلة الصبر هم دول العوامل الرئيسية اللي بتخلي طاقة الانسان تخلص اسرع من المعتاد. فبيسألها اوساتو عن حل المشكلة دي دلوقتي، فبتديله تمرينة جديدة وهو الجري حوالين المدينة، لا وكمان هو شايل الدب. فبينطلق اوساتو للتدريب، وبنلاقي توتر الناس من وجود الدب، بس بيطمنوا لما بيعرفوا ان اوساتو من فريق الانقاذ. وبيجوع بلورين في الطريق وبيشاور لاوساتو على الفاكهه اللي بيحبها، بس اوساتو معهوش فلوس عشان يشتري الفاكهه، وبيسأل البياع عن سبب هدوء الناس بالرغم من وجود دب متوحش قدامهم في المدينه. فبتفهموا ان سبب عدم توترهم هو وجوده لانه من فريق الانقاذ، وده باين طبعا من لبسه. فاستوعب اوساتو الموقف وبيودعها وبيقول لها انه هيشتري منها الفاكهه المره الجايه، بس البياعه بتديله تفاحه كهديه. وبياكل بلورين وبيكمل صاحبنا جري، وبيقرر انه يزور اصحابه اللي من العالم بتاعه بما انه قريب من القلعه. وفي الطريق بيلمح اوساتو وشخص بيجري وراه وبيندع عليه، بس اوساتو بيبقى مشغول بالتفكير مع نفسه وبيبقى مش سامع الراجل خالص، والراجل تعب اصلا من كتر الجري وراه. بس بيسمعوا صاحبنا في الاخر لما بيقع، وبعدها بيعالجوا وبيسالوا اوساتو عن السبب اللي كان بيحاول يلفت انتباهه عشانه. فبيرد الراجل ان ده بسبب رغبته في القاء التحيه على زميله الاصغر في الفريق. فبيرد الراجل ده وبيقول هو القائده ما قالتلكش ولا ايه؟ انا اسمي اورجا، واحد من المعالجين اللي في فريق الانقاذ. وبيفضل الاتنين يتكلموا مع بعض ويتعرفوا على بعض، وبيقول له اورجا انه منذهل انه قدر يجاري تمارين القائده لغايه دلوقتي، وانه هو واخته ما قدروش يستحملوا تمارين القائده خالص. فبيستغرب اوساتو من ان اخته هي كمان معالجه، فبيرد اورجا انها معالجه مذهله وهي اصغر منه ب5 سنوات، وهم اللي بيديروا مستوصف في المدينه وبيستعملوا سحر الشفاء عشان يعالجوا المدنيين. فبيسأل صاحبنا اورجا ازاي مستخدم لسحر الشفاء مع انه انهار بسهوله من الجري وراه. فبيفهموا اورجا انه معالج بس ما بيقدرش يعالج نفسه للاسف. فبيسألوا اوساتو هو في انواع من سحر العلاج، فبيرد عليه ان طبعا في انواع كتير بس المهم انهم كلهم فريق في الاخر. وبيسألوا اوساتو عن الوضع في ساحه القتال، فبيفهموا اورجا الوضع وان تونج والاصدقاء بيجيبوا الجرحى والمصابين وده في الخطوط الخلفيه عشان يعالجوهم بسرعه. فبيقول له اوساتو ان روز قالت له انه هيكون معاه في الخطوط الاماميه. فبينصدم اورجا من كلام اوساتو، بيقول له اوساتو انه مش واثق في قدراته على المهمه دي نهائيا. فبيحاول اورجا يفهمه قيمه المهمه اللي هيستلمها مع روز، وانه هيكون عون كبير جدا للقوات لانه هينقذ الفرسان اللي هيتصابوا، وده عون كبير جدا للمملكه، وان القائده اكيد ما اختارتش غيره لانه جدير بالمهمه دي. وبيودع اورجا اوساتو لانه لازم يرجع للمستوصف
بسرعة قبل ما اخته تبهدله، وبتيجي اخت اورجا في اللحظة دي وبتهزقه عشان سابها في الشغل لوحدها، وبعدها قال لها انه قابل شخص مثير للاهتمام وانها بالتأكيد هتشوفه قريب. وبنشوف اوساتو وصل للقلعة وبيطلب الاذن للدخول مع بولورين، فبيقول له الحارس انت اوساتو من فريق الانقاذ مش كده؟ انت تقدر تدخل مع الدب الازرق براحتك. فبيشكره اوساتو وبيدخل وبيعدي اوساتو من جنب تدريب الفرسان لغاية لما بيوصل لمكان اصحابنا، وبيلاحظ ان التدريب قوي جدا. وبعدها بترحب بيه سازومي وبتحاول تقرب من الدب اللي معاه وبتسأل عنه، فبيعرفها صاحبنا بالدب وبيقول لها ده صغير دب ازرق وبيحكي لها حكايته معاه. بس سازومي بتتحمس جدا للمس فروته وبتطلب من اوساتو انها تلمس الدب، فبيقول لها براحتك، بس اول ما بتقرب ايديها بيبعد الدب ايديها، فبيخاف صاحبنا انها تحبط بس بيلاقيها في قمة الحماس وبيطلب منها تناديه باسمه الاول يمكن يحبها، بس برضه من غير فايدة. وبتتكلم سازومي مع اوساتو وبتسأله انت جيت هنا عشان تشوفنا النهارده؟ فبيرد ايوه جيت ازورك انت وكازومي. فبتقول له ان الواد ده مش هنا النهارده وانه خارج المملكة دلوقتي، وده عشان يكتسب الخبرة في قتال الوحوش مع سيجلس. وبنشوف كازومي مع الفرسان وبيسأل كازومي سيجلس هو فعلا جيش ملك الشياطين هيهجم قريب؟ فبيرد سيجلس انه واثق ان جيش ملك الوحوش هيهجم عليهم بقوة اكبر المرة دي، بس مش مهم عشان انت وسازومي موجودين معانا، وعشان كده معنويات الجنود هتكون مرتفعة جدا، وان بوجود البطلين معانا اكيد هننتصر في المعركة. وبنرجع تاني لاسوتو وهو بيتكلم مع سازومي وبيعبر عن قلقه الشديد على كازومي، فبتطمنه سازومي انه هيرجع بعد كام يوم وبعد كده هيجي دورها عشان تكتسب الخبرة هي كمان. وبيستمروا مع بعض شوية وبيودعها اوساتو بيكمل تدريبه. وفي المساء بتسأل روز صاحبنا هل اتعود على التدريب ولا لسه صعب عليه، وكمان لازم يستعد كويس للحرب القادمة مع جيش ملك الشياطين، وبيفهم انه مش هيقدر يقتل حد بس اكيد هينقذ كل الاشخاص اللي يقدر يساعدهم، ودي لانه جزء من فريق الانقاذ. وبتعرفه يستعد عشان هنخرج قريب لانقاذ الناس، وبتقول له انها عاوزة يفضل تفكيره كده على طول، فبيقول لها حاضر. وبيحس لاول مرة انه جزء من فريق الانقاذ. وفي الصباح بتصحيه روز وبتخليه يستعد للخروج لان الملك طلبه للانضمام للتدريب مع البطلة سازومي بره القلعة النهارده. فبينطلقوا في طريقهم لمكان سازومي وبيسأل صاحبنا ليه هيروح دلوقتي مع سازومي مع انه ما راحش مع كازومي، فبتفهمه روز ان الملك طلب منها وقتها انه يروح مع كازومي بس هي رفضت كده لان صاحبنا كان لسه راجع من تدريبه في الغابة وللاسف مش هتقدر ترفض طلب الملك تاني. وبتفهمه روز انه هيبقى المعالج بتاعهم بس في الحالات الصعبة فمش يتعب نفسه. وبنشوف سازومي مستنية اوساتو في حماس كالعادة وبتبقى سعيدة جدا وبتعرفه على باقي الفريق. وبيلاحظ اوساتو انه قابل اوركو قبل كده فبيعرفه انه كان شغال كحارس لبوابة القلعة معظم الوقت. وبتنصح روز سازومي بالحذر الشديد وبتودعهم وبتمشي. وبينتقل بينا المشهد لكازومي وهو بيتدرب بكل جهد وبتقلع عليه الاميرة سيليا وبتنصحه بالراحة لانه لسه راجع من تدريب شاق جدا، بس كان سعيد جدا ومستمتع جدا بسبب اكتسابه للخبرة وهزيمته مجموعة كبيرة من الوحوش. ويفتكر اوساتو انهم رايحين لغابة الظلام موطن الدب الصغير، فبتكون سازومي عايزة تمسح على ظهره بما انه نايم بس بيمنعها صاحبنا عشان ما يضايقش الدب. في اللحظة دي بيستيقظ الدب وبيقول له اوساتو ينزل يمشي على رجليه بس بيبقى دايق في النوم خالص وبيتطوح وهو ماشي. فبتحاول سازومي تكون لطيفة مع بالورين وبتقول له انها هتشيله على ظهرها زي اوساتو، واول ما بيطلع بالورين على ظهرها بيفطسها على الارض وبيعالجها اوساتو وبيطلب منها تحافظ على نفسها لاخر التدريب. وبيلاحظوا فجأة مجموعة ناس مريبة بيقربوا منهم وفعلا بيطلع ليهم مجموعة من قطاع الطرق وبيطلب اللصوص من الفريق انهم يسلموا كل المؤن اللي معاهم، ولكن بيرفض الفريق. وبيحس اوساتو ان قطاع الطرق دول مش مخيفين خالص على عكس فريق الانقاذ، وبيحاول يطمن سازومي بس بيلاقيها انها متحمسة جدا اصلا. واول ما بيشوفوا اللصوص بالورين بيخافوا جدا وبيفكروا في الهروب بس بيشجعهم زعيمهم لان بالورين لسه طفل. وبتهجم سازومي عليهم بسحر البرق بعد كده وبتهزمهم لوحدها. وصاحبنا بيكون سعيد جدا بالمنظر وبيفضل وضع كويس لغاية ما بيهجم مجموعة من الوحوش البرية اللي بتهرب من الغابة وبتبقى سازومي هتقع بس انقذها اوساتو. وبيقعوا هما الاتنين مع التل في النهر اللي فيه شلال اللي وقع فيه اوساتو قبل كده، وبيطلعوا بعد كده من المية وبيعالج اوساتو جرح سازومي
بيعرفها انه عارف المكان هنا كويس وانه ما توقعش يجي هنا تاني بعد ما بعتته روز للتدريب، وان في وحوش شرسة جدا في المكان هنا. وبيتفقد اوساتو المؤن اللي معاهم وبيقول لسازومي انهم لازم يخيموا هنا النهارده بما ان الجو ضلم خالص والطقس سيء اساسا. وبتسأل سازومي عن المكان اللي هما هيخيموا فيه، فبيقول لها على الشجرة اللي خيم عليها قبل كده. بس بيعرف اوساتو ان سازومي عمرها ما تسلقت الاشجار وان الفكرة دي صعبة عليها، فبيلاقي كهف وبيقول لها انهم هيخيموا فيه النهارده. وبيحل المساء وبيجهز اوساتو مكان التخييم، وبتصطاد سازومي السمك من المية بسحر البرق بتاعها. وبعدها بيجهز السمك وبيظهر ليهم عائلة من القرود السامة واللي شكلها بيكون لطيف جدا. وفي الوقت ده بتوصل اخبار للقلعة بان اوساتو وسازومي مفقودين في الغابة، فبيقلق عليهم كازومي جدا وبيسأل الملك اذا بعت مجموعة للبحث عنهم ولا لا. فبيرد الملك انه هيبعت اكيد في الصباح الباكر، بس كازومي بيبقى القلق مسيطر عليه وعاوز يطلع يدور عليهم دلوقتي. فبتيجي روز وبتطمنه ان اكيد اوساتو مع صاحبنا، وطول ما هي مع صاحبنا فالاتنين هيكونوا في امان. وبنرجع لاوساتو وسازومي بعد تناولهم الطعام وبيتكلموا مع بعض عن حياتهم السابقة ومخاوفهم في الحياة زمان ودلوقتي. وبنشوف ان الاتنين حابين العالم الجديد ده اكتر من عالمهم الحقيقي لانهم اتحرروا من القيود اللي كانوا عليها، وكمان تطوروا لشخصيات افضل. وبيقولوا انهم هيبذلوا كل جهدهم في انقاذ العالم ده كله من الوحوش. وفي الصباح بيتحركوا لاستكشاف الغابة والرجوع لباقي اعضاء الفريق، وفي الطريق بيسمعوا صوت خروشة بين الاشجار بس بيطلع لهم بلورين وبيجري على اوساتو من الفرح. وبيجي بقى اعضاء الفريق وبيكونوا منهكين من البحث عنهم طول الليل، وبيعالجهم اوساتو وبينطلقوا في طريقهم للقلعة. وبيرجع اوساتو وسازومي للقلعة وبيستدعيهم الملك عشان يطمن عليهم، وبيسأل الملك اوساتو عن وضعه في التدريب مع فريق الانقاذ. فبيتوتر اوساتو من السؤال وخاصة في وجود روز، بس بيرد ان كله تمام. فبتبصله روز وبتبتسم وبيقول لهم الملك ان التدريب الميداني لسازومي هيتأجل لفترة من الوقت وبيطلب منهم يرتاحوا دلوقتي. فبيطلع اوساتو وسازومي من غرفة الملك وبيفضل سيجلس وروز وبيقلق جدا صاحبنا من الوضع ده. فبتحس سازومي وبتسأل عن السبب، فبيقول لها انه قلقان من وجودهم في الغرفة بعد خروجه، وانه ملامح الوزير كمان بتدل ان في امر خطير. وفي الوقت ده بيجي كازومي ومعاه سيليا عشان يطمنوا على اوساتو وسازومي، وبتقول لهم سيليا ان كازومي كان مصر على البحث عنهم بنفسه. فبتقول له سازومي انت دايما متهور كده يا كازومي، وبيضحك شوية. وبيروحوا يقعدوا في الحديقة وبيحكي لهم كازومي على اللي حصل في القصر في غيابهم، وان روز كانت واثقة جدا في صاحبنا. وبعدها بيودعوا بعض، وبنرجع بعدها للملك وهو بيتكلم مع روز وسيجلس عن الاوضاع في المملكة. وبنعرف ان جيش ملك الشياطين بيتقدم في اتجاه المملكة، وده هو السبب في هيجان الوحوش في الغابة. فبيؤمر الملك سيجلس يبلغ كل الوحدات بالاستعداد لنشر قوات الدفاع في اي لحظة على الحدود، وبيطلب من روز انها تبحث في اماكن جيش ملك الوحوش، وبيعتذر لها على الضغط اللي بيحطها فيه. فبتقول له مفيش داعي لانها عارفة انها الاسرع في المملكة كلها. بعدها بيحاول يقنعها الملك بس من غير فايدة، وبيعرف انها لسه بتفكر في المعركة الاخيرة، وده لما خسرت كل رجالها في الحرب تحت قيادتها. فبيحاول الملك يهون عليها بس برضه مش بتتأثر، وبتقول له انها عملت فريق الانقاذ عشان هدفين. الاول هو انقاذ الجنود من المعارك وتقليل عدد الوفيات، والتاني هو صنع مقاتل ما يموتش ابدا. فبيندهش الملك وبيقول لها ان دي حاجة مستحيلة على البشر. فبتقول له امال التدريب موجود ليه؟ وكمان سحر الشفاء بيساعد البشر على علاج اصابتهم، وانها دايما كانت بتبحث عن الشخص اللي تلاقي فيه كل المواصفات المطلوبة لغاية لما لقت اوساتو. وبتفضل تمدح في صاحبنا شوية، وبعدها بتطلب الاذن وبتنطلق لاتمام مهمتها. وفي المساء بيلاقي اوساتو رسالة من روز بتقول له فيها انه يسلم رسالة لعنوان معين، وبعدها بيسأل اوساتو عن مكان روز دلوقتي. فبيقول له انه ما يعرفش بس هي مش هترجع النهارده. وبينتقل المشهد لجيش ملك الوحوش، وبيلاحظ الفارس الاسود ان القائدة متحمسة جدا، بس بينتج عن الحماس ده توتر بين العلاقات. وبيجي طبيب الوحوش عشان يتفقد الوضع، وبيقول لها ان الوضع شكله ماشي تمام خالص في بناء الجسر. فبتقول له انهم المفروض يخلصوا في خلال كام ساعة، وبعدها هيبدأ الغزو على طول. وفي اللحظة دي بيبلغ الجنود القائدة بوجود شخص من الاعداء في الناحية التانية بيراقبهم. فبتقول لهم القائدة ما تهتموش لان حتى لو اكتشف البشر الغزو كده كده هيبدأ خلاص خلال كام ساعة. بس دي طبعا روز اللي بتراقب، وبعدها بتحدف على الجسر شجرة عملاقة وبيتدمر تماما. أنا حمار
وغبي. فبتنصدم القائدة والطبيب من اللي بيحصل ومن القوة الجبارة دي، وبتسمع القائدة روز بتصرخ باسمها بكل غضب، والواضح ان المعركة هتكون ضرب نار. وبنرجع لأوساتو وهو بيتمشى في المدينة وبيتبع تعليمات روز لغاية لما بيوصل للمكان اللي هيسلم فيه الرسالة. وبيدخل أوساتو وبيقابل البنت دي وبترحب بيه جدا وبتقول له انت المجند الجديد في الفريق مش كده، وبيتعرفوا على بعض. وبيسأل أوساتو عن أورجا فبتقول له انه بيعالج مريض في الداخل، فبيتعجب أوساتو من أورجا وهو بيعالج المرضى بكل هدوء، وبيبقى مندهش جدا من قدرته على استخدام سحر الشفاء بسهولة. وبعد انتهاء أورجا بيسلموا أوساتو الرسالة وبيشكروا أورجا وبيبان عليه القلق جدا. وفي اللحظة دي بيجي بلاغ بإصابة مجموعة من الناس في السوق، فبيجري الفريق بسرعة لإنقاذهم، وفعلا بيستعملوا سحر الشفاء وبينقذوهم على طول وبيرجعوا للمشفى. وبيودع أوساتو الأخوة وبيرجع للمنزل، فبيعرف أورجا أخته إن رسالة روز كانت إنهم يستعدوا كويس للحرب لأنها خلاص على الأبواب. وبنشوف أوساتو في الطريق للمنزل وبيعدي على بائعة الفواكه وبيشتري الفاكهة اللي بيحبها بالورين، فبتوقفه بنت صغيرة بودان ثعلب. وفجأة الزمن بيقف وكل حاجة بتثبت، وبتستعمل البنت قدرتها مع أوساتو وبتوريه جزء من المعركة مع الوحوش واللي هيموت فيها بشر كتير جدا ومنهم سازومي وكازومي. وبينصدم أوساتو جدا وبيفضل متجمد في مكانه لفترة من الوقت، وبتسيبه البنت وبتجري، بس بيرجع لوعيه من تاني بسرعة وبيحاول يطارد البنت عشان يسألها عن اللي شافه، بس بتكون اختفت. وبيروح يسأل عنها حارس البوابة بس من غير فايدة. وبتيجي روز وبتسأله في ايه بس ما بيعرفهاش حاجة، وبيسألها هي كانت فين، فبتعرفه انها كانت في مهمة استكشاف في ضواحي المملكة، وان جيش ملك الوحوش بيحاول يبني جسر عشان يعضي الارض بتاعت المملكة ويغزوها. وبيكملوا طريقهم للمنزل وبيحكي لها أوساتو عن اللي حصل مع البنت الثعلبة، وبيسألها لو تعرفها، فبتقول له انها ما تعرفش عن السلالة دي كتير، بس هي ظهرت في المملكة من سنتين، وكانت البنت دي هربت من قطاع الطرق بنفسها، والغريب انها قدرت على ده وهي عندها 12 سنة بس. وبنفهم ان قطاع الطرق بيحبوا يمسكوا الاطفال اللي زي البنت دي عشان منظرهم النادر الجميل وكمان قدراتهم السحرية النادرة. فبيسألها أوساتو لو القدرة دي ممكن تكون القدرة على رؤية المستقبل، فبتستغرب روز كلامه وبتقول له انت تقصد ايه بالظبط، فبيقول لها زي رؤية مخيفة او مشهد مرعب من المستقبل. فبتقول له ان النوع ده عنده القدرة على رؤية المستقبل وهم نادرين جدا وبيبقوا محميين في العادة في منطقة الأجناس الوحشية. وبتسأله روز لو قابل حد منهم، فبيرد عليها انه قرأ عنهم في كتابه. وبيفضل يفكر أوساتو في قدرة البنت واللي ورته له من المستقبل. وبتسيب روز بعد كده وبتروح لزيارة الملك وبتقول له يرجع هو للمنزل، وفعلا بتسلم روز تقريرها للملك وبيشكرها على مساعدتها، فبتقول له انه ده واجبها بس للأسف زمانهم بيبنوا من تاني دلوقتي. وبعدها بيبدأ الملك يجهز عشان يعلن عن نوايا جيش ملك الوحوش للبلد كله، وبيؤمر الوزير بالتجهيز للخطاب بتاعه، وبيؤمر سيجلس يعرف سازومي وكازومي بالوضع النهارده. وساعتها بيتم استدعاء الاتنين لغرفة الملك، وبنرجع لأوساتو وهو مش عارف ينام من كتر التفكير في المستقبل اللي شافه وكلام البنت ليه بانه الوحيد القادر على تغيير المستقبل ده، بس بيشك صاحبنا في قدرته على انه ممكن يغير المستقبل اللي شافه ده. وفي اللحظة دي بيشوف اضواء غريبة بره النافذة وبيبص بيلاقي كازومي هو اللي بيناديه، وبينزل أوساتو لكازومي وبيحكي له كازومي عن استدعاء الملك ليه، وده عشان يعرفهم ان الحرب على الابواب. وبيحكي لأوساتو قد ايه هو قلقان وخايف جدا من المعركة الجاية وانه حاسس انه متردد ومش قد المواجهة دي، وبيسأل صاحبنا عن احساسه هو كمان، فبيرد أوساتو انه كل اللي حاسس بيه انه لازم يشارك في الحرب دي عشان يقدر ينقذ الناس اللي بيتصابوا من جيش الاعداء. فبيندهش كازومي من رده وبيسأله اذا كان خايف ولا لا، فبيرد انه خايف طبعا بس هو اتخذ قرار وهو انقاذ الناس. فبيقول له كازومي انت متأكد من ده؟ انت اصلا جيت هنا للعالم ده بالغلط. فبيقول له أوساتو انه فعلا الطريقة اللي جه بيها للعالم ده مزعجة، بس في حاجات كتير حصلت في حياته من ساعتها وهي غيرته تماما. فبعدها بتشجع كازومي وبيستعد للقتال وبيرجع تاني للقلعة، وبتظهر سازومي فجأة وبتحاول تغلس على صاحبنا كالعادة، بس بيبقى ردة فعله عادية خالص وبيقول لها انا كنت عارف انك هنا من البداية، انت شكلك متحمسة عن كازومي للقتال. وبعدها بيقعدوا يهزروا مع بعض شوية وبتودعوا سازومي وبترجع للقلعة. وفي الصباح بيعلن الملك عن حالة الحرب وان جيش ملك الوحوش بيقرب من المملكة عشان يغزوها، وبيفضل الملك يشجع الجنود وبيحفز الحالة النفسية للمواطنين، وده عشان الوضع يفضل مستقر في البلاد. وبينتقل بينا المشهد لأورجا واخته وهم بينقلوا اغراضهم لمنزل فريق الانقاذ، وبيساعدهم أوساتو بس بيبلغوا تونج ان الزعيمة عاوزاه في مكتبها. فبتوتر أوساتو جدا وبيسألوا عن السبب، وبيروح أوساتو لروز اللي بتسلم الزير الرسمي للفريق وبتنصحه عدة نصائح عن الوضع في ارض المعركة وان لازم يخلي باله من نفسه وما يضحيش ابدا بنفسه لاي سبب، وبتشرح له خطته في
في المعركة، وهي انهم في البداية هيستنوا الجرحى يجي ليهم في الخلف، وده عن طريق تونج والاصدقاء. وفي ذروة المعركة هيتقدم هو وهي للخطوط الامامية ويساعدوا اكتر. وفي صباح اليوم التالي بيستعد فريق الانقاذ مع القوات في الانطلاق لارض المعركة، وبنلاقي اورجا واخته متوترين، وبيسأل اوساتو روز هو الوحوش اللي هنقتلها دي شكلها عامل ازاي، فبتعرفوا انهم شبه البشر جدا بس بقرون وكمان اقوى جسديا، وعندهم كمية كبيرة جدا من المانا، وان حتى جنودهم العاديين اقوياء جدا. وبتسأله روز انت خايف ولا ايه، فبيرد عليها بانه يعرف حد مخيف اكتر منهم بكتير. ابن اللعيبه يا فاجر. وبعدها بنرجع فلاش باك للماضي في الحرب الأولى بين مملكة ليجنر وجيش ملك الشياطين قبل 5 سنوات، وبيحضر الكل في غرفة الملك وبيقول له إن وصل تقرير بيفيد بإن الوحوش ظهرت على حدود المملكة في الأرض الخضراء، وبيشرح الملك الوضع للقادة بتوعه اللي كانت روز منهم في الوقت ده، وبيسأل سيجلس روز عن رأيها في تحركات الوحوش الغريبة على الحدود، فبتقول له إنها شاكة إنهم بيجهزوا لغزو المملكة، فبيقول لها إنه هيحاول يجهز الجنود للحرب في أي وقت، وإنهم لازم يستعدوا لأسوأ سيناريو ممكن يحصل. وبتفضل روز تفكر مع نفسها في اللي المفروض تعمله، وبتيجي جندية من قوتها وبتفضل تندع عليها بس بتتجاهلها روز وبتضربها بعد كده عشان تسكت لانها مش عارفة تفكر منها، وبتسألها الجندية عن خطورة الوضع وان محدش توقع ان الوحوش هتظهر خالص، فبتضربها روز تاني وبتقول لها ما تجسسيش تاني على الاجتماعات السرية. وبترجع روز مع الجندية للمنزل، بيكون هناك فرقتها الخاصة من الجنود اللي بيرحبوا بيها، بس القائدة بتقول لهم انها تشرف بنفسها على تدريباتهم النهاردة، فبيتعصب الكل من الجندية، وبعدها بيسألوا هي عملت ايه عصب القائدة، وبنعرف ان دي هي نائبة روز في الفريق. وبعد اسبوع بتقابل روز الملك، وبيطلب الملك من روز تفقد الوضع كويس على الحدود واستكشاف تحركات الوحوش الغربية، ولو تطلب الامر تقدر تلجأ للقوة. وبترجع روز للفريق وبتعرفهم مهمتهم الجديدة، وهي انهم ينطلقوا في الصباح لغابة الظلام، وبيبدأ الجنود في سؤال روز عن عدد قوات العدو، بس بيكونوا هادين جدا، وبتقول لهم روز انهم لازم يكونوا مستعدين كويس في المهمة دي، وانها تروح معاهم كمان المرة دي، فبيفرح الكل من ذهاب روز معاهم وانهم كده مش هيخافوا من حاجة ابدا. وفي الصباح بينطلقوا في المهمة فعلا، وبيدخلوا الغابة وبيستكشفوا كل حاجة، وما بيفضلش غير الجانب الغربي من الغابة واللي بيكون اخطر جزء في المنطقة، وعشان كده هيسيبوا الاحصنة ويقسموا نفسهم ادوار لحراسة بعض. وبتحرس روز الاول، بس بتلاحظ روز ان اول مش عارفة تنام خالص زي باقي الفريق، وبتسألها روز مالها، فبتقول لها اول بحزن وضيقة كده عن السبب اللي خلاها تختارها كقائدة للفريق. فبتستغرب روز السؤال وبتقول لها اول انها عادية جدا بالنسبة لباقي الفريق ومش مميزة في اي حاجة، فبتقول لها روز انت عاوزة تقولي انك مش مناسبة للمهمة، فبتقول لها اول بكل تردد انت دربت الفريق ده بنفسك، ودي السبب عشان يبقى الافضل في المملكة، وبما اني نائبة القائدة فكل دوري هو كتابة التقارير وارسال الطلبات، يعني انا دوري زي ساعي البريد. فبتقول لها روز بس انت بتقومي بمهمتك على افضل وجه، ده انا بفكر اديكي لقب القائدة، كمان انا مش هفضل المسؤولة عن الوحدة دي على طول. وبعدها بتحكي اول كل مشاعرها لروز، كل اللي حست بيه من اول ما كانت فارسة عادية لغاية لما دخلت الفريق لحد ما وصلت اللحظة دي، فبتطمنها روز انها ما اختارتهاش عشوائي وانها بتثق فيها وشايفاها قد المكان اللي حطتها فيها، وبتفضل روز تشجع فيها وبتسيب لها الحراسة وبتروح تنام. وفي اليوم اللي بعده بيتقدم الفريق للبحث في الغابة، وبيلاحظوا وجود اثار دم الحيوانات برية مقتولة واثار اقدام اشخاص، وبيفهموا ان الوحوش بيصطادوا الحيوانات البرية اللي في الغابة، وبيبدأ الفريق يحسوا بان في حاجة مريبة في الموضوع، وبيتفاجئوا بملك الشياطين مع مجموعة من قواته بيصطادوا الحيوانات البرية المتوحشة في الغابة، وبتراقبهم روز والفريق في الخفاء بس بيكشف وجودهم، فبتظهر له روز والفريق وبتتقدم روز وبتسأله انتوا ليه اتسللتوا لأرضنا، فبيرفض الملك ان يقول لها اي حاجة عن المهمة، وبتبدأ المعركة بين الفريقين، وبيهجم ملك الوحوش بقوة على روز بس بتتفادى هجومه وبتوجه له هجوم قوي هي كمان، فبينصدم الملك من وجود بشرية بقدرات مذهلة زي روز، وبيستمر القتال بينهم بكل شراسة، وبنشوف فرقة روز الخاصة وهي بتتفوق على جيش ملك الوحوش في القتال، بس روز بتواجه صعوبة بعد مواجهة ملك الوحوش بسبب انه استخدم قوته الملعونة، لكنها بتقدر برضه انها تتغلب عليه في المواجهة الفردية. وبيبص ملك الوحوش على قوته فبيلاحظ انهم منهكين جدا من القتال وعندهم خسائر كبيرة، فبيمدح روز وفرقتها وبيقول لها انه برضه مفيش ابطال حقيقيين من البشر،
فبتستغرب روز كلامه وبيقول لها ان البشر اللي بيملكوا قوة خارقة ما عادوش موجودين في العالم ده، وده اللي كان فاكره لغاية لما قابلها. فبتتعصب روز وبتقول له انت فاكر ان عشان ما عندناش ابطال هتقدروا تهزمونا؟ انت قللت منا كتير قوي. فبيرد عليها انه مش قلل منهم ولا حاجة. في اللحظة دي بيتحول الجنود الوحوش لدروع مش مهتمين بحياتهم، وهدفهم الوحيد هو قتل البشر. وفعلا بينجحوا في قتل اعداء فريق روز واحد ورا التاني، حتى لو ده على حساب ارواحهم. فبتتصدى ليهم روز وبتهاجم بكل قوتها على الملك، بس بيهجم بسيفه في عينيها وبيبوظ لها عينيها للابد. وبتحاول تعالج عينيها بسحرها بس من غير فايده بسبب السيف السحر الملعون. وللاسف بتكون فرقه روز كلها ابيدت، وخلاص هيخلص ملك الوحوش على روز، بس بتتصدى له الهجوم مكان روز وبتموت هي. وبتتصدم روز بعد ما ماتت فرقتها بالكامل، وبيقف قدامها ملك الوحوش وبيقول لها انه مش هينسى المعركه دي طول حياته وانه هيخلص عليها خلاص. فبتمسك روز السيف في ايديها وبتقف وبتفضل تضرب فيه بكل قوتها، وبتعلقه في الشجره بسيفه الملعون، وبتبقى روز خلاص هتقتله. فبيجي حد وبتكون طفله صغيره وبتجري على الملك اللي هو المعلم بتاعها عشان تنقذه. فبتتخيل روز البنت كانها اول وانها عاوزه تنقذه زي ما اول كانت بتنقذها دايما. فبتسيبه وبتحاول تنقذ اول بكل قوتها السحريه بس من غير فايده، ودي بسبب الجرح القاتل بتاعها. وبتموت اول وبتبكي روز بكل قهرة على فريقها اللي مات اللي بتحبه جدا. وبترجع للقصر الملكي وبتدي التقرير للملك واتباعه، وبتستقيل وبتنزع فروسيتها وبتعلن انها تبتعد عن المملكه. وبعد مرور شهر بيجي سيجلس يطمن عليها وبيقول لها ان اللعنه اللي في جرح عينيها راحت، فليه هي ما شالتش الجرح ده لحد دلوقتي؟ فبتقول له ان الجرح ده دليل على عدم قدرتها على الحفاظ على حياه اصدقائها. وبتفضل روز تفكر هي تعمل ايه في حياتها القادمه، هل هتروح تنتقم من ملك الوحوش؟ بس ده طبعا حل غبي. فبتهدي نفسها وبتستجمع قوتها وبتقرر قضاء حياتها في انقاذ الناس على طول. وبنرجع تاني للحاضر وروز بتكلم اوساتو وبتساله اذا كان سعيد بانها لقيته. فبتوتر اوساتو من السؤال وبتقول له روز انت شكلك مش عارف قيمتك الحقيقيه، تخيل كده لو كل المعالجين زيك. فبيرد اوساتو بتلقائيه كانها نهايه العالم. فبتضربه روز وبتفهمه انه محدش يقدر يوصل للمرحله دي في العلاج غيره هو وهي بس. وبتفضل تمدح فيه شويه وبتقول له انت مش لازم تموت ابدا، انت فاهم. وفي صباح اليوم التالي بيستيقظ اوساتو وبيستعد كويس وبيقابل سوزومي. فبيسالها انت بتعمل ايه الصبح بدري كده؟ فبتقول له انها بتتمشى شويه وبتاخد رايه في درعها الجديد، وبتفضل تشرح ليه مدى روعه الدرع بتاعها وانه معزز لسحرها سحر الرعد. فبيندى على كازومي لمساعدته، فعلا بيجي وبياخدها للقائد سيجلس عشان تم استدعائهم هناك. وبيبلغ القائد سيجلس البطلين بان جيش ملك الوحوش هيوصل للارض الخضراء خلال نص ساعه، وبيشجع القوات وبيقول لهم انهم لازم يرجعوا للملك باخبار ساره وهي اخبار النصر. وبنشوف كل القوات مستعده للقتال، وبيبدا جيش ملك الوحوش في الظهور في ساحه المعركه باعداد كبيره جدا. وبيجهز السحره التعويذات السحريه وبيطلقوا النار على العدو بكل شراسه، بس بيتفاجئ الكل بان الجيش اللي جاي عليهم مجرد وهم وانهم مش مكان الجيش الحقيقي. وبيتفاجئوا بان العدو جاي من الاتجاه التاني وبيهجموا عليهم بكل قوتهم. وبتجهز روز الفريق الاسود وبتؤمر الفريق وكل اعضائهم بايجاد اي مصابين وانهم يجيبوهم لهنا بسرعه. وفعلا بينطلقوا بسرعه وبتؤمر الفريق الرمادي اورجا واخته ومعاهم الفارس بعلاج المصابين، وبتعرفهم لو حصل حاله طارئه يهربوا بسرعه. وبتقول لصاحبنا ان هو وهي من الفريق الابيض بانهم يخرجوا للقتال بمجرد ما المعركه تحتدم، ولغايه اللحظه دي هيساعدوا هم في علاج المصابين هنا. وبيكون اوساتو قلقان جدا على اصدقائه، فبتقول له اخت اورجا انه لازم يهدى لانه هيضطر للقتال هو كمان. وفي اللحظه دي بيجيب تونج 2 من الفرسان المصابين وبياخدهم لخيمه العلاج بسرعه. وبيكون اوساتو متوتر في البدايه وبيعالج المصابين بسرعه لان العدد بيزيد بكميه كبيره مع الوقت. وبيسمع الفارسه المصابه وهي بتتكلم عن الثعبان العملاق اللي هاجمها ورماها بعيد. وفي ارض المعركه كان التعبان العملاق بيواجه الفرسان ومبهدل الدنيا خالص وبيجري عليهم بكل سهوله. وبيراقب الفارس الاسود المعركه من بعيد وبيقول ان البشر ضعفاء جدا، فبيتحمس جدا وبتوجه لارض المعركه. وبنشوف خيمه العلاج مليانه بالمصابين. وبتقول روز لصاحبنا ان الوقت جه للتوجه لارض المعركه، وبتقول له انها تاخد جهه اليسار ليها وبتبقى المعركه شرسه جدا والقتله في كل مكان. وبيبدا صاحبنا في انقاذ المصابين اللي على وشك الموت من قوات العدو، وبتبقى قوات العدو مندهشه من قوه روز واساتو وبيستمروا في انقاذ الناس. وبنشوف سازومي وهي بتخلص على الاعداء بسحر الرعد بتاعها، فبتشجع الجنود وبيبلغوها انهم هزموا معظم الاعداء في المنطقه. وبتأمر سازومي الجنود المصابين بالرجوع للخلف، وبيقرر الاصدقاء الاتنين بالتقدم اكتر للقضاء على قائد العدو، بس بتقدم ليهم الفارس الاسود وبيلاحظوا ان هو قوي جدا. وبيبدا الفرسان يترعبوا وبيهجموا عليه من غير وعي وبيصيبوه، بس هو بيصيبهم بسحره وبيقضي عليهم. تكتشف سازومي
سازومي ان سحر الفارس الاسود هو سحر عكس الهجوم، يعني كل ما يصيب شخص بيتصاب هو وبينزف وبيموت. وفعلا بينزف كازومي على طول بعد ما يصيب الفارس الاسود في كتفه. وبنشوف صاحبنا بيتقدم في ارض المعركه وبيفتكر كل شويه المستقبل اللي شافه، وبيسيطر عليه القلق على كازومي وسازومي، وبيقع على الارض وبيهجم عليه جندي من جيش ملك الشياطين، بس بيهرب منه اوساتو وبيكمل تقدمه، بس بيقع من تاني بسبب عدم تركيزه. وبينقذه المره دي الفارس اللي انقذه صاحبنا من شويه بسحر العلاج بتاعه. وبيسالوا اوساتو عن مكان البطلين، فبيرشدوا الفارس لمكانهم وبينطلق بسرعه. وبتكون المعركه شرسه جدا عند البطلين، وبتقرر سازومي وكازومي القضاء على الفارس بسرعه، بس مش عارفين يعملوا كده ازاي. فبتقول سازومي لصاحبنا خطتها وبيقول لها انها خطيره جدا، فبتقول له اوساتو هيعالجهم اكيد بسحره. وبيهجم عليهم الفارس الاسود بس بيتفادوا الهجوم وبيهجموا هم كمان بسرعه، بس بيعكس برضو الهجوم من تاني وبيصيبهم هم كمان. وبعدها بيقرروا يعيدوا الهجوم من تاني وبيشتت كازومي انتباه الفارس. وسازومي بتستخدم سحر الرعد في التحرك بسرعه فائقه وبتلف من حواليه وبتصيبه اصابه بالغه، وبتبقى فاكره انها نجحت في القضاء عليه، بس بيكون خدعهم وبيعكس الهجوم وبتتصاب هي باصابه بليغه. وبيتصاب كازومي هو كمان وبيغمى عليه. وبيقول لهم الفارس الاسود ان كل ده من البدايه كان بيخدعهم عن قصد، وان مفيش حد في العالم كله يقدر يسيبه ابدا. وبتبقى سوزومي منهكه تماما وخلاص هيغمى عليها، وبتفتكر لحظاتها من عالمها السابق وقد ايه كان الكل بيثق في قدراتها وقراراتها الحكيمه، واول لقاء ليها مع اوساتو في المدرسه، وانها كانت محظوظه جدا انها اتعرفت عليه، لانه من بعدها تغير الحال نهائي وبقت سعيده اكتر باستدعائها في العالم السحري ده. وخلاص كده هتكون اللحظات الاخيره وخلاص هيقتلها الفارس الاسود، لكن صاحبنا بيوصل في اللحظه الاخيره وبسرعه كبيره بيضرب الفارس الاسود بكل قوته، وبيلاقي سازومي وكازومي باصابات خطيره فبيحاول يشفيهم بسرعه. وبترجع سازومي لوعيها، بس الفارس الاسود بيتعصب اكتر وبيتفاجئ ان هجوم اوساتو اثر فيه وسبب ليه الم كمان، ومش بيفهم اوساتو ازاي قدر على اصابته كده. وبيهجم الفارس الاسود على اوساتو بس بيشيل سازومي وكازومي وبيهرب بيهم بسرعه فائقه، وبيحاول يوقفوا جنود ملك الوحوش بس بتصيبهم سازومي بالرعد وبيهربوا منهم. وبيطمن اوساتو على سازومي وبيطمن كمان على كازومي اللي جرحه خلاص تقريبا اتعالج وهيرجع لوعيه قريب. وبتحاول تشرح ليه سازومي قدرات الفارس الاسود الخطيره، بس بيهجم عليهم الفارس بالسيف بتاعه، فبيتفادى اوساتو الهجوم بسرعه، وبيضطر اوساتو لمواجهه الفارس الاسود عشان يتخلص منه ويكمل مهمته في انقاذ المصابين. وبيجي ليهم الفارس وبيقول لهم انه مش هيسمح ليهم بالهروب، فبيفعل صاحبنا الشفاء الكامل على جسمه وبيتقدم لردع الفارس الاسود، وبيبدا القتال بشراسه بين الاتنين، وبيتفادى اوساتو كل الهجمات بسهوله وبيسيبه كمان من غير ما ياثر فيه سحر العكس. وبيضرب الفارس الاسود بكل قوته وبيندهش سازومي من قوه اوساتو انه متفوق في القتال على الفارس الاسود. وبيستيقظ كازومي بيتفاجئ انه لسه عايش وانه جرحه بقى تمام كمان، فبتقول له سازومي ان صاحبهم انقذ حياتهم وانه بيواجه الوقت الفارس الاسود. وبنشوف الفارس الاسود بيسيب صاحبنا في ايده بشده، بس بيتعالج كمان مكان الجرح في ثواني، فبينصدم الفارس الاسود. وحتى اوساتو مش فاهم اللي بيحصل، وبنفهم ان سحر العكس مش شغال على سحر الشفاء بتاع اوساتو. وبنشوف اوساتو بيستمر في الهجوم على الفارس، فبتفهموا سازومي ان اوساتو بيهجم على فارس الظلام بسحر الشفاء، وعشان كده كل هجوم على صاحبنا على العدو هو علاج لجروح صاحبنا، وان الاصابات دي كلها في الفارس من قوه صاحبنا الجسديه. وبيستمر القتال بشراسه بين اوساتو وفارس الظلام، وبيتعصب اكتر وبيستخدم كل قوته في الهجوم على اوساتو. وحتى صاحبنا بيقرر يستخدم ضربه قاضيه وبيشن الاتنين هجومهم على بعض بشراسه، بس بيتغلب صاحبنا على سيف الفارس الاسود وبيهزمه شر هزيمه، وبيختفي الدرع الاسود من على الفارس وبيغمى عليه، وبنعرف انها بنت في الاخر. وبيروح اوساتو يعالج باقي الفرسان المصابين، وبنعرف ان جيش ملك الوحوش هربوا كلهم، وبيشكر الفرسان اوساتو على انقاذهم والقضاء على الفارس الاسود وكمان القبض عليه، وبيمدح الكل في اوساتو ودوره الكبير في المعركه. وبيجي كازومي وبيبلغهم ان ما عادش غير التعبان العملاق اللي لازم يقضوا عليه بسرعه، فبيتحرك الفريق بسرعه واوساتو رايح معاهم، بس بتوقفه روز وبتخليه يشرح لها اللي حصل في المعركه، وبتقول له انهم لازم يرجعوا للخلف بسرعه، وده عشان ما يبقوش عقبه في طريقهم. فبيبلغ اوساتو اصحابه انه هيرجع مع القائده روز لخيمه العلاج، وانه معتمد عليهم في القضاء على الثعبان العملاق. وبيرجع اوساتو مع القائده للخيمه بسرعه، وبالله الاخبار وصلت لايميليا قائده جيش ملك الوحوش، واللي بتنصدم بقبض قوات المملكه على الفارس الاسود. وبيبلغ الجندي ان الفارس الاسود خسر خساره فظيعه قدام واحد من فرقه الانقاذ واللي بيكون لابس ابيض، فبتتعصب ايميليا اكتر وبتسال روز هي اللي هزمته، فبيرد الجندي ان اللي هزم الفارس الاسود هو شاب جديد شعره اسود.
فبتتعصب ايميليا اكتر من وجود شخص خارق تاني زي روز، وبتأمر الجنود بالانسحاب بسرعة. وفي اللحظة اللي بيأمر فيها الطبيب بالانسحاب بيكون سازومي وكازومي بيقتلوا وقضوا على الوحش العملاق كمان بسحر الرعد بتاع سازومي. اما صاحبنا فبيستمر في علاج المصابين في خيمة العلاج، وبيجيب له تونج كل شوية مصاب جديد وبيقول له بطل كسل وانجز بسرعة. فبيتعصب عليه صاحبنا وبيقول له يخلص، وبيكمل في علاج المصابين. وبعدها بيجمع على صاحبنا من التعب وبيسند على روز اللي بتقول له احسنت عملا يا اوساتو. وبعد انتهاء المعركة بيرجع صاحبنا للقلعة وبيكافئ الملك الكل على انجازاتهم في ارض المعركة، وبيتكافئ اوساتو قدام كل اهل شعب المملكة وبيبقى سعيد لان دي اول مرة حد يكافئه في حياته. وبيروح يحكي لبالورين عن كل اللي حصل في حفلة التكريم. وبيجي ايريك وبيبلغ صاحبنا ان الملك استدعاه تاني للقلعة، فبيستغرب صاحبنا بس بيروح. وفي الطريق للمدينة بيجتمع عليه كل سكان القرية وبيحيوه، وبيهرب من المعجبين بعجوبة. وبيوصل للقلعة وبيقابل الملك وبيطلب منه انه يساعدهم في موضوع مهم. فبيستغرب اوساتو وبيسأله عن المطلوب، فبيشرح له سيجلس انهم محتاجين يساعدهم في استجواب الفارس الاسود اللي ماسكها. فبيسألهم اوساتو ان كانت عنيفة ومش متعاونة معاهم في الاستجواب. فبيرد سيجلس انها متعاونة جدا بس ما ادتهمش لسه اي معلومة مفيدة، وبتطلب منهم كل شوية انها تقابل صاحبنا. فبيستغرب اوساتو بس بيوافق، وبيروح معاهم للسجن وبيترافقهم سازومي وبتقول لصاحبنا ما تقلقش انا هدافع عنك لو عملت اي حاجة غريبة. فبيقول لها اوساتو انها غلبتها قبل كده وان هو اللي هزمها فمش محتاج اي حماية. وبيفتكر اوساتو الاصابات البليغة اللي اصابها للفارس الاسود، وبيسألها وفي حد عالجها من ساعة ما تم سجنها. فبيقول له سيجلس لا، هي لابسة الدرع الاسود بتاعها من ساعة ما هي رجعت. فبينصدم صاحبنا وبيجري على زنزانة الفارس الاسود بسرعة وبيطمن عليها، وبيسألها عن اصابتها وبيقول لها انا مش بمدح في نفسي بس انا لكمتي تقدر تدمر الصخور، فاكيد انت جسمك متكسر دلوقتي. وبيطلب اوساتو من سيجلس الاذن للدخول عشان يعالجها. فبيأذن له سيجلس بالدخول وبيطلب اوساتو منها تديله ايديها. فبتقول له انت هتعذبني ولا ايه؟ فبيتعصب صاحبنا عليها وبيقول لها هاتي ايدك بسرعه. فبتديله ايديها وبيبدأ يعالجها بسرعه، وبتحس ساعتها بتدفق سحر الشفاء وبتبكي من شعور الراحه اللي ما حسيتش بيه قبل كده ده. وبيرجع صاحبنا للبيت وبتقول له روز انها ترجع تدربه بنفسها من تاني. فبيتوتر اوساتو وبيسأل عن السبب، فبتفهمه ان جيش ملك الوحوش هيهجم من جديد والهجمات القادمه هتبقى اكتر شراسه وفي حاجات كتير لازم يتعلمها عشان يكون مستعد. فبيسألها صاحبنا عن نوع التدريب ده، فبتقول له ان التدريب عباره عن تلقي الضربات منها وهو يتفاداها على قد ما يقدر. فبينصدم صاحبنا وبيكون عايز يهرب لكنها بتقفشه كالعادة، وبيبدأ التدريب وسط الحركات المعتادة اللي بتعملها روز. وبس لحد هنا تخلص قصتنا، فمش تنسى اللايك والاشتراك عشان يوصلك الملخص الجديد. وبس سلام.